قصتنا اليوم يا حبايب قلبي هي قصة ممتعة ومثيرة جدا. صاحبة القصة اسمها مدام فاتن وعمرها 41 سنة. اتجوزت صغيرة جدا وعمرها 19 سنة، وبعد 9 شهور من جوازها خلفت ابنها على طول. كانت عايشة هي وجوزها عشان ابنهم ده بس، وربته وكانت بتخاف عليه جدا، لدرجة إن جوزها كان بيقول لها إنها نسيت الدنيا كلها من ساعة ما خلفت ابنها. لكنها كست كانت بتحتاج لجوزها في أوقات كتير، بس مفيش حاجة بتمشي زي ما بنكون عايزين. في يوم من الأيام جالها تليفون إن جوزها تعب في الشغل ونقلوه المستشفى. جريت على المستشفى بسرعة وسابت ابنها عند جارتها عشان كانت بتخاف عليه. كانت فاكرة إن الموضوع بسيط، لكن لما وصلت المستشفى جوزها كان مات خلاص، وبقت عايشة لوحدها. ما كانتش عارفة هتربي ابنها إزاي ولا هتصرف عليه منين، وحست إن ابنها بقى يتيم بدري. لكنها قررت إنها مش هتستسلم، وهتعتمد على معاش جوزها، وهتشتغل أي شغلانة عشان تربي ابنها ومحدش ياخده منها. وفعلا اشتغلت وكافحت وربت ابنها لحد ما كبر وبقى في الكلية وعمره 18 سنة. كانت فرحانة بيه جدا، وبما انه وحيد ما دخلش الجيش، وكانت سعيدة انه قدامها طول الوقت. من ساعة وفاة جوزها ناس كتير كانت بتقول لها تتجوز، وإن ابنها هيحتاج راجل معاه في التربية يساعدها ويلاقي اللي يخاف منه. لكنها كانت بترفض خالص إنها تدخل بيتها راجل غريب يربي ابنها. كانت عارفة إن ابنها لما يكبر هيغير عليها زي ما هي بتغير عليه وبتحبه، وممكن تخسر ابنها بسبب كده. عشان كده كانت بترفض الجواز. في يوم من الأيام ابنها جالها وقال لها إنه عازم واحد صاحبه على الغدا، وطلب منها تعمل لهم أكل حلو من إيديها. ردت عليه بفرحة وقالت له طبعا يا حبيب قلب ماما، وهتعمل له أحلى عزومة هيحلف ويتحالف بيها. ابنها كان فرحان جدا ونزل عشان يجيب صاحبه لأنه ما كانش عارف الطريق. فاتن بقى هي من نوع الستات اللي بتهتم بنفسها، دايما بتصبغ شعرها وبتهتم بجمال بشرتها وشكلها ولبسها. بعد ساعة ابنها رجع وخبط على الباب. فتحت الباب، وبعد شوية دخل صاحبه. أول ما شافته اتهبلت عليه، قالت في عقلها يخرب بيتك ايه الحلاوة والجمال ده، معقولة لسه في شباب حلوين كده؟ كان أكبر من ابنها ب2 سنين، زميله في نفس الكلية لكن مش في نفس السنة. كانت فرحانة بيه جدا، وكانت عاملة زي البنات الصغيرة المكسوفة، وهو كمان ما كانش مصدق إنها متجوزة. فضل يقول لها حضرتك صغيرة جدا، أنا حتى مكسوفة أقولك يا طنط. فضلوا يهزروا ويضحكوا، وفي نفس اليوم وهم بيتغدوا قعدوا يتكلموا مع صاحبه، وبالصدفة عرفت منه إنه هيمشي من المكان اللي ساكن فيه لأنه مش مرتاح، وإنه لسه بيدور على سكن. فاتن اقترحت عليه إنه يسكن في الشقة اللي جنبهم لأنها فاضية، وأسعار الإيجارات هناك كويسة. وعرضت عليه إنها تكلم صاحب البيت وتقوله على ظروفه وإنه لسه بيدرس عشان يقلل الإيجار شوية. رد عليها وقال لها لو كده يبقى تكلميه، ولو اتفقوا على الشقة دي هينقل حاجته من بكرة. أول ما سمعت كده فرحت جدا وجريت كلمت صاحب البيت، قالت له حاجات كتير عشان يقلل الإيجار. وفعلا الراجل عمل الواجب وقلل الإيجار، وفعلا الشاب جاب حاجته ونقل في الشقة اللي جنبهم. من يوم ما سكن هناك وفاتن هي اللي بتعمل له الأكل والشرب وبتغسل له هدومها، وفي أوقات كانت بتاخد منه مفاتيح الشقة عشان تنظفها. في يوم من الأيام كانت عارفة إنه مراحش الكلية، لكنها عملت نفسها مش عارفة. بعد ما ابنها نزل كليته دخلت شقة الشاب وعملت نفسها إنها بتنظف الشقة،
وبصراحة كانت لابسة لبس خفيف ومغري شوية. أول ما دخلت ولقيته عملت نفسها إنها اتخضت وقالت له: يا خبر، أنا معرفش إنك هنا. رد عليها وقال لها: أنا آسف، يمكن أكون نسيت أقولك ولا حاجة. في الوقت ده فاتن قالت له: مالك انت عرقان كده ليه ومتلخبط؟ انت مكسوف مني؟ وبدأت هي اللي تقرب منه، وهو كان مكسوف ومرعوب ومش عارف يقول ايه. قالت له: بصراحة كده أنا مش قادرة أمسك نفسي أكتر من كده، أنا أول ما بشوفك بتحصل لي حاجة غريبة. رد عليها وقال لها: أنا كمان أول ما بشوفك معرفش إيه اللي بيحصل. في الوقت ده هما الاتنين ما كانوش حاسين بنفسهم خالص، وفاتن كانت حاسة أن أعصابها سايحة ومش قادرة تتماسك. وطبعا حصل اللي كلنا فاهمينه بينهم. من ساعتها الموضوع ده بيحصل بينهم دايما، لكن ابنها بدأ يشك في حاجة، وبدأ ما بينزلش غير ورجله على رجل صاحبه، وكل شوية بيقول لها: يا ماما ما تعملوش حاجة، وبقى بيتخانق معاها. فاتن بتقول إنها بصراحة مش قادرة تبعد عنه، وإنها بتحتاج له وما بتعرفش تمسك نفسها، وهي بتسأل لو حد عنده حل للمشكلة دي يفيدها ويقول لها تعمل إيه وتتصرف إزاي، وإنها هتستنى كل تعليقاتها. ياريت كلنا في التعليقات نقول لها تعمل إيه وتتصرف إزاي.